امام منتخب غينيا في لقاء يجمع ما بين المنتخبين من خلال طبعا وقت اصلي 90 دقيقه او وقت اضافي او ركلات الترجيح من علامه الجزاء. تشكيله المنتخب المصري اليوم بعوده احمد عيد وعوده محمد شحاته في التشكيله الاساسيه على حساب كل من محمد مغربي واللاعب محمود جهاد. في حراسه المرمى حمزه علاء رقم 1، في الدفاع احمد عيد 4، محمد طارق 15، حسام عبد المجيد رقم 5 وحاتم سكر رقم 22. امامهم في وسط الملعب محمد شحاته 17، محمود صابر رقم 7، احمد نبيل كوكا رقم 12 واحمد عاطف رقم 14. في المقدمه اسامه فيصل رقم 9. وفاجئ المنتخب المصري بالاداء اللي امامنا، هو خد ركنيه وكان ليه فرصه، ولكن المره دي احمد نبيل ادي امامنا محاوله عن طريق اللاعب يجيبه كمارا لاعب اولمبياكوس واختبار اول في اللقاء، ولكن كره تطلع الى ركله ركنيه. اول كره خطيره. منتخب متكامل، منتخب متميز جدا على مستوى الاداء البدني وعلى مستوى التكتيك اللي لعبت في مصر في 2006 طبعا مع منتخب غينيا. كرات العادل محور اداء المنتخب المصري، يلعبها القطه تتصلح، حلوه الهدف الاول، حلوه الهدف الاول. يا على جمالك، يا على جمالك، يا على جمالك. يطلق صاروخ محمد شحاته، محمد شحاته يا ولد، يا ولد. عوده محمد شحاته، لكن جمله حلوه، جمله حلوه وبتتنفذ وتتصلح. وين مدفعج جديد في مصر. محمد شحاته يتقدم لمصر. شوف بقى التنظيم والثقه وجمله حلوه وفرحه كبيره الحقيقه للجهاز الفني الموجودين طبعا مع المدير الفني البرازيلي ميكيدي. لكن بص الجمله حلوه، بص من حسام عبد المجيد يلعب على طول. ابراهيم عادل بقول لحضراتكم ايه هو محور الاداء والكره اللي اتعملت. يا ولد قطه الان بهدف صاروخ من جانب محمد شحاته، وكره مصري متقدم حتى الان بهدف على منتخب السيلي الثالث والرابع. كره على طول تبدا من جنب اللاعب سيسي، كره على طول حسام. الكرات الطوليه اللي بتتلعب عاليه على طول احمد حسام عبد المجيد، زي محمود صابر، زي ابراهيم عاجانا، واللي كان سجل على فكره من تسديده في مرمى المنتخب الغيني على مستوى اللقاءات، سواء المنتخب الاول الى اوروبا المقامه حاليا اللي وصلنا فيها لنصف النهائي. تشوف هذه الكره العرض حقيقه مميز امام النيجر رغم التعادل السلبي. فوز على مالي كان فوز مهم، وراسيه خطيره المره دي. كرات الخطيره امامنا هو اعتماد على بنجالي سيسي، لاعب سوار بيلعب طبعا في الدوري في اكثر من مباراه، واكيد طبعا نتمنى عدى اسامه يخش بيه جوه منطقه الجزاء. اسامه فيصل يلعب كره بالعرض، الحائط اللي امامنا هو الكره ثابته من جانب بال اجيبه كاميرا، ترجع على طول من لاعب سيدوبا بريز فوفانا اللي عنده قوه تسديدات يعني مميزه جدا. والمنتخب الغيني يعني خد كرة أمامية المرة دي، استلام أسامة فيصل حلوة جملة حلوة. محمود صابر المختصر المفيد، يعني منتخب مصر بإيه بيعمل كرة فيها نوع من التركيز العالي قوي والخطر. مرة تانية التسديد، ادي الاستلام خلاص اتقرا بقى المرة دي. اللي بيكمل امامنا هنا الخطير عثمان يلعب، بيحاول امامنا ماديو كايتا، انطلاقه في الجانب الشمال لكن حكم دون خطا. حكم اللقاء فيها كلام، لكن هنا التسديده خطير الراجل ده امامنا، سجل في مرمى المنتخب الغاني. امامنا هو ابراهيم بريز فوفانا لاعب هيمربي في السويد، وكان لاعب حتى لما الاداء ما كانش مقنع قوي في مباراه الجابون في طاب اللي قام طبعا امامنا على طول. الكرات العاليه الخطيره راسيه، كرات خطيره عن طريق اللاعب عثمان كمر. مش عايزين بقى الكرات دي تتكرر. حتى الان المنتخب المصري مكتئب. الاستلام راجل داخل منطقه الجزاء لكن يطلع بيها يوسع لنفسه، ولكن حمزه كره خطره جدا من بقى، كرة خطيرة من الجاسم بقى، كرة هدف على فكرة، كرة هدف. الراجل طلع سال وتدخل المرة دي من جانب المنتخب المصري، وادي كرة أولاري، لكن يا ولد حمزة علاء ثبات انفعالي رائع. برافو حمزة. بص عمل دفاع المنطقة وحتى الآن يعني موافقة خطيرة، يطلع على طول حمزة علاء يبعد كرة خطيرة كرة حمزة علاء، لكن شال الكرة لازم أبعد من كده، لكن تسديدة تمر بأمان من فودي كمار.
المنتخب المصري الشوط الاول في نوع من التوفيق، مش في القائمه، كانوا اختاروا كابا ديوارا مدرب. تخلص هجمه، تخلص ابراهيم، طويله طولت ابراهيم عادل. ابراهيم عادل، يا ساتر يا ساتر يا ساتر، طولت ابراهيم عادل. واحده من الكرات الخطيره اللي المنتخب المصري كان ممكن يسجل امامنا ابراهيم عادل، وبيقولوا الحكم بص على الفار. اولاري ترجع على طول، يفكر في التسديد البعيد، قويه ولكن حمزه فودي كمارا، مش معقول، لازم ما نتركش المساحات خلاص. طريقه اللعب لدى استلام على طول، وتحرك من محمود صابر بفاول وتدخل. اول 9 دقائق كان عايزين يسجلوا مبكرا الاماميه. تحرك من جانب اللاعب اجيبه كمول، وكره خطيره، حسام عبد المجيد يشيل خطر، ولكن حسام بفدائيه، كره قنبله مسدده على مستوى الطرف الشمال، بخروج حاتم سكر ودخول محمد اشرف. يمكن كان بالدقيقه العاشره والدقيقه 11 عن طريق ابراهيم عادل. تدخل وفاول، بيتا يلعبها امامنا اجيبه كامارا، خطر في الخروج وضربه راسيه مرت بامان عن طريق نبي أولاري بيلعب في نادي بولسبور، بيلعب في الدوري الغيني، عامل هجمه سريعه لكن متطرف ولكن المره دي على مرتين وحمزه علاء، وتطلع الى ركله ركنيه. اللاعب محمد لمين، طبعا محمد طارق، حسام عبد المجيد، تتصلح كره قويه. هل هيحاولوا؟ فكر في التسديد مرة ثانية، هنا المحاولات نبي كمارا الكرات العرضية الخطيرة، يرجع على طول التسديد البعيد، أحد الحلول، ولكن يبحث عن المساندة. لعبة حلوة قوي القطة، طمعت يا قطة، لكن فرصة كبيرة. أحمد عاطف قطة كان هيسجل، قطة أمامنا وهو يريح، لسه الكرة مفيش تسلل، لسه بنحكي عن خطير اللي دخل بديل اللي هو رقم 17 من جنب الكوره على طول. ابراهيم عادل يلف كوره حلوه، ولد في رايه لكن في فار، شوف الفار. حسام عبد المجيد امامنا هنا بيسجل في اللقطه اللي فاتت، لكن انتظار